حلقة جديدة بتوقعات نارية عن يوم السبت والأحد لأبرز المباريات. طبعاً بالبداية أحب أنوه عن تعثر جديد للغريم ريال مدريد. لو كنت متوقعة بأكيد راح أتوقع فوز ريال مدريد، وطبعاً التحكيم في الدوري الإسباني مثير للجدل والله كلش. أيضاً حالات جدلية راح ناخذ تفاصيل هاي المباراة بنهاية الفيديو. نبدأ حلقتنا عن توقعات السبت والأحد، ونجي على أول مباراة برشلونة ضد إسبانيول. برشلونة راح يفوز بهاي المباراة ويحاول يبتعد أكثر بترتيب الليغا. المباراة الثانية أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، تعادل أتوقع. المباراة الثالثة لانس ضد باريس سان جيرمان، هاي أقوى مباراة بالدوري الفرنسي، الأول ضد ثاني. تعثر باريس يعني لانس يكون على بعد نقطة واحدة عن باريس، فأتوقع فوز باريس لحسم الدوري الفرنسي. المباراة الرابعة أرسنال ضد بورموث، أتوقع فوز أرسنال. عندنا بالدوري الإنجليزي أيضاً ليفربول ضد فولهام، وأتوقع فوز ليفربول. نبقى بالدوري الإنجليزي تشيلسي ضد مان سيتي، وأتوقع فوز مان سيتي. وعدنا بالدوري الإيطالي كومو ضد إنتر ميلان، وأتوقع تعادل. نرجع للدوري الفرنسي ومباراة ليون ضد لوريان، وأتوقع فوز ليون. نجي على الدوري الألماني بايرن ضد سان باولي، وفوز بايرن. بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن، وأتوقعها تعادل. وعدنا أيضا مباراة لايبزيج ضد بروسيا مونشنغلادباخ، وفوز لايبزيج. ونرجع للدوري الإيطالي ومباراة ميلان ضد أودينيزي، وأتوقعها فوز ميلان. هاي أبرز مباريات السبت والأحد، ولهنا كملنا توقعاتنا عن يوم السبت والأحد في الدوريات الأوروبية. هسه خلينا نجي عن تعثر ريال مدريد اليوم أمام جيرونا. الريال ما زال يعاني ويضيع بالنقاط ويهدي الليغا لبرشلونة. صح اليوم أكو أخطاء تحكيمية، بس راح أعرض لكم إحصائيات المباراة. الريال فاز بالاستحواذ بنسبة 51% فقط، معناتها جيرونا كان خصم مو سهل، واستحوذ أيضاً بنسبة 49%. الريال كان الأخطر والكل يتفق على هالشي، بس هالشي ما نقلل من جيرونا، لأن عندهم استحواذ، عندهم تسديد، عندهم هجمات منظمة. الريال صراحة في موضوع ركلة الجزاء، أنا مو خبيرة تحكيمية وما أقدر أأكد هاي ركلة جزاء أو لا، بس دائماً تصير حالات جدلية بعد مباريات برشلونة والريال. وخليني قبل ما أختم حلقتي، مدرب ريال مدريد قبل قليل طلع بتصريح ناري وعلن التحدي يوم الأربعاء ضد بايرن ميونخ. انتو شو تتوقعون؟ اكتبوا لنا هارد لك للملكي.